اليوم نهاية الحق في التوزيع النقدي لأربع شركات بالبورصة. هنشوفهم كده بسرعة. وتأتي الشركات بموعد التوزيع كالتالي: بنك كريديت أجريكول مصر، قيمة الكوبون 3 جنيه 32 قرش للسهم الواحد. تاريخ الصرف يبدأ من يوم الأربعاء 22/4/2026. شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إجمالي قيمة الكوبون 2 جنيه و30 قرش للسهم الواحد، يصرف على قسطين. القسط الأول 22 إبريل، والقسط الثاني 1 جنيه و30 قرش 24 يونيو. شركة أودون للاستثمارات المالية، قيمة الكوبون 0.07 قروش و5 مليم للسهم الواحد، يصرف 22/4. شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية أموك، إجمالي قيمة الكوبون 40 قرش مصري للسهم الواحد، يصرف على قسطين. القسط الأول 20 قرش 22 إبريل، والقسط الثاني 20 قرش، يصرف 15/4. تمام. النيل للأدوية تقرر زيادة رأس مال إلى $1,000,000,000. النيل للأدوية نبص على الخبر كده بسرعة تفاصيله. هيبقى عندهم زيادة رأس مال. وافق مجلس إدارة شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية النيل على المضي قداما في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر. وبحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر اليوم الأحد، اعتمد المجلس نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأس مال المصدر من 500 مليون جنيه إلى $1,000,000,000، وتتم زيادة مع أعمال حقوق الأولوية المساهمين القدامى. وقرر المجلس تفويض رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية للنظر في اعتماد مقترح زيادة رأس المال المصدر بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية. النيل للأدوية تريدة حلوة. عمومية الإسكندرية الحاويات تقرر توزيع كوبون وبيع حصتها في مواني مصر. نشوف تفاصيل الخبر بسرعة. اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة اسكندرية لتداول الحاويات والبضائع القوائم المالية على الفترة الانتقالية المنتهية في ديسمبر 2025 مع اتخاذ قرارات هامة بشأن التوزيعات والصفقات الاستثمارية. وبحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر اليوم الأحد، أقرت الجمعية مشروع توزيع الأرباح لفترة انتقالية كالتالي: توزيعات المساهمين. بلغت حصة المساهمين من التوزيعات نحو 2,000,000,000.9 مليار جنيه، بواقع كوبون نقدي قدره 99 قرش للسهم الواحد. اسكندرية تداول الحاويات. أرباح العاملين: تخصيص نسبة 10% من صافي الربح للعاملين بما لا يتجاوز مجموع أجورهم السنوي. في سياق آخر، وافقت الجمعية على بيع كامل حصات الشركة في رأس مال شركة موانئ مصر البحرية. وتتضمن تفاصيل الصفقة ما يلي: حجم الحصة 182 مليون سهما، والتي تمثل 6% من رأس مال شركة موانئ مصر البحرية. جهة البيع: تم البيع لصاحب الشركة القابضة للنقل البحري والبري، والبيع وفقا لدراسة القيمة العادلة التي سيعيدها مستشار مالي مستقل. تمام. اسكندرية للحاويات. بورصة مصر تحافظ على مكاسبها بالمنتصف مع ارتفاع 125 سهم. الرقابة المالية تقرر إفصاح زيادة رأس مال جروب عبر أسهم مجانية. جروب زيادة رأس مال عبر أسهم مجانية. وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة جروب للصناعة والتجارة العالمية بنشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال تمهيدا للسير في إجراءات دعوى الجمعية العامة غير العادية للنظر في تلك الزيادة.
بحسب الرقابة المالية يتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأس مال الشركة المصدر المدفوع من خلال توزيعات مجانية، وذلك وفقا للبيانات التالية: رأس المال قبل الزيادة مليار بوينت 170. رأس المال بعد الزيادة مليار بوينت 404. قيمة الزيادة 234 مليون، والزيادة عن طريق إصدار أسهم مجانية بواقع 20 قرش لكل سهم أصلي بالقيمة الإسمية البالغة 62 قرش. جروب. وسيتم توزيع الزيادة من رصيد أرباح العام الظاهر بالقوائم المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025. عمومية نهر الخير تقرر بيع حصتها في سلتيني وترحيل أرباحها 2025. شوف تفاصيل الخبر كده بسرعة. وافقت الجمعية العامة الجمعية العامة العادية لشركة نهر الخير التنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية نتائج أعمال عن العام الماضي المنتهي في 2025. وبحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر اليوم الأحد، صدقت الجمعية توزيع أرباحها على العام المالي 2025. في سياق آخر، وافقت الجمعية العامة على اعتماد قرار مجلس الإدارة ببيع كامل مساهمة الشركة في شركة سلتيني للاستثمار، وتبلغ الحصة المباعة 16% من رأس المال بقيمة إجمالية قدرها 7 مليون جنيه. وفوضت الجمعية نائب رئيس مجلس الإدارة عضو المنتدى في إتمام كافة الإجراءات والتوقيع على المستندات اللازمة. تمام. انحراف إيجابي يدعم احتمالية تعافي سهم الكابلات الكهربائية على المدى القصير. عمومية أيكون تعتمد ترحيل الأرباح مجلس إدارة برئاسة عرفات صقر. سهم قطر الوطني يخترق المقاومة التاريخية من المستهدفات التالية: بورصة مصر تعلن إيقاف 7 أسهم مؤقتا لتجاوز الحدود المحددة. كيف تفاعل سهم طلعت مصطفى مع إعلان مشروع زاس بين؟ إيقاف تداول سهم طلعت مصطفى لتجاوزه 10% بعد إطلاق مشروع بمليار 1,400,000,000. أرباح مصر للصناعات الكيماويات تتراجع 7% خلال 9 من نمو الإيرادات. أرباح مصر بورصة مصر تواصل قفزتها بالتعامل الصباحي. العربية للتطوير الأصول تقرر شراء 17 مليون سهم خزينة. حكومية كفر الزيات تقرر توزيع أسهم مجانية وتنتهي البورصة تعلن نهاية حق وموعد وتوزيع كوبون موبيكو. عمومية القاهرة إسكان تعتمد القوائم المالية وتنتخب مجلس جديد للإدارة. أرباح تعليم للخدمات الإدارة المجمعة تتراجع 18% خلال 6 أشهر. الحكومة المصرية تعلن السبت المقبل أجازة رسمية بمناسبة عيد سينا. دي تتوقع اتفاقية قرض بقيمة 600 مليون جنيه لتعزيز خطوط الإنتاج. وبكده يبقى احنا غطينا معظم أخبار البورصة اليوم. شكرا لحضراتكم.